اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجرة ليمون أطول مني. اللايك الأول، فين اللايك يا جماعة؟ أنا بالله عليكم أول ما تبدأوا الفيديو لازم يكون لايك. سلام عليكم الأول. النهاردة احنا بنزرع شجرة ليمون، أتمنى من الله إن الفيديو يعجبكم، بس أهم حاجة بالله عليكم اللي يتفرج لايك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا هبدأ الفيديو على طول إن شاء الله ونتفرج مع بعض وإحنا بنزرع شجرة الليمون الجميلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم عليكم يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة هنزرع حاجة مهمة جدا، هي زرع شجرة الليمون. هنزرع شجرة ليمون. صراحة ما ينفعش السطح بتاعي يبقى فيه زرع ويبقى فيه حاجات جميلة كده وطيور وما يكونش فيه شجرة ليمون. فاحنا قررنا النهاردة، طبعا زي ما انتم فاهمين حضراتكم، ان هو كلها تجارب جديده بالنسبه لنا. هنزرع شجره ليمون. كناش صراحه لاقيين حاجه نزرعها فيها لان مش عارفين الصندوق هياخدها ولا ايه. فانا عايزه اقول لكم اللي انا جبت ثبت الغسيل كلنا عارفينه، اللي بنجمع فيه الملابس يعني والكلام من ده، وعملنا له بلاستيك من بره ومن جوه زي ما حضراتكم شايفين كده، من بره ومن جوه ماشي، ومن جوه اهوت. وهنبدا الزراعه فيه. اول حاجه بنحطها الطبقه الطينيه. طبعا هي هتبقى طبقه مختلطه، تربه مختلطه فيها كذا حاجه عشان طبعا تكون صالحه للزراعه. دلوقتي احنا بنحط الردم اهوت، او التربه اللي هي الطينيه بمعنى اصح، التربه الطينيه. هو المفروض يعني انا بختلف، يعني ايه، المفروض ان انا اقلب الطينه على الرمل على فضلات الطيور اللي احنا عاملينها اللي هو السماد العضوي. بس دايما انا معايا شريك يعني، فدايما يقول بيحب يشتغل بدماغه شويه، وانا بشجعه صراحه لانه في النهايه الحاجه بتطلع في منتهى الجمال. هو كده حطينا الطينه وبعد كده بنحط الرمل اهو، يعني يبقى في خضره ويبقى في طماطم بتنجان، يبقى في كل حاجه، ويبقى كمان في ان شاء الله شجره ليمون، لان الليمون مطلوب قوي صيف وشتاء، مطلوب في كل بيت. فانا زي ما قلت لكم كده انا بحاول بقدر الامكان اعمل كل الاحتياجات اللي انا عايزاها على سطح بيتي علشان ما احتاجش حاجه. وده السماد العضوي او مخلفات الطيور بمعنى اصح. يبقى انا كده خلطت في التربه، تربه طينيه وبعدين رمل وبعدين السماد العضوي. واتمنى من الله بقى ما تطلعش في تربه مملحه زي تربه الملوخيه كده ان شاء الله. هنحط كمان رد. هو عايز يحط طبقات، مش عارفه بقى هيخلطها بعد كده ولا هيسيبها، معرفش. سماد. زراعة شجرة الليمون النهارده على سطح قناة مع مروة. اتمنى طبعا الفيديو يعجبكم طبعا، والتجربة كلها تعجبكم وتطبقوها ان شاء الله. زي ما اتمنى من الله كده. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، وان شاء الله انا عايزه القناه تكبر بحضراتكم. ودايما اكتبوا لي كومنتات وانصحوني فيها في حاجات في تربيه، كان في تربيه الطيور او زراعه الاسطح. انا لسه مبتدئه بس الحمد لله اللهم بارك. كل حاجه عندي ما شاء الله جميله وحلوه منتهى الجمال، بحمد ربنا عليها. كل حاجه طالعه خضره جميله، والشجره هي ما شاء الله. طبعا عايزه اقول لكم حاجه، ان الشجره انا جايباها كبيره جدا. شجره عايزه اقول لكم انا اشتريتها ب 80 جنيه عشان انا هقول لكم كل حاجه انا بعملها. انا اشتريت الشجره ديت ب 80 جنيه، وفي شجرات بتبقى رخيصه، بس انا شارياها كبيره لان من الاخر كده انا بحب الحاجه تكبر بسرعه. ما شاء الله هي منوره هي. دلوقتي احنا هنزرعها ونحطها في بس انا تيالي عايزه طبقه كمان هنا، تيالي عايزه طبقه كمان. طبعا هنقطعها من الكيس بتاعها اهوت. كان المقص هنا. الشجره ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده كبيره. صراحه مش بحب الشجر الصغير بقى يعلني عبال ما يكبر وكده، فجبناها كبيره عشان ان شاء الله على طول كده ايه تطلع لنا هي منوره. يعني المفروض على كده بعد شهر ولا حاجه تكون مطلعه ليمون. طبعا احنا مع بعض كل يوم ان شاء الله.
الجدر ما خدش هوا كده ولا ايه؟ مش عارفه بقى. اللهم بارك الشوك بتاعها يخش في عينيا. هو الكيس ده مش هيتشال؟ مش هيتشال. اللهم بارك. اطول مني شجرة الليمون دي، اطول مني. منوره كمان ما شاء الله يعني. لسه ما صراحه ما اعرفش بعد النوار ده الليمون يطلع بعدها بقد ايه يعني. طبعا هنكمل عليها صبر جامد قوي. طب وليه ما قلبتوش على بعضه بره؟ الرمل بيخش ايه؟ لا بس انا شايفه والله كده بين التراب وبعض. طيب بين التراب وبعض. طب بيخش بين السماد العضوي ده يعني انا كنت شايفه ان هي كله يتقلب على بعض وتحط التربه كلها مع بعضها كده بقى احسن. مش عارفه ايه يعني النظريه في الطبقه طينه على طبقه على رمل. طبعا احنا بنعمله مش عارفه الطريقه اللي تعمل ده صح ولا غلط. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. اصبر. انا مع الراي ان كانت التربه كلها تختلط بره مع بعضها يعني. ميه ماشي هجيب ميه. بصراحة البرميل ده نفعنا على السطح جامد.